كم مرة نزلت الجيم وقعدت تتمرن اسبوع 2 3 وما بتلاقيش اي نتيجة غير وجع الجسم، وفي الاخر بتتصاب وبعدين تقعد في البيت؟ اصدمك عشان انت بتتمرن غلط. طيب وجبة قبل التمرين بأي شكل من الأشكال ما ينفعش تبقى فطيرة سجق إضافة كيري، لازم تكون وجبة خفيفة فيها كمية كارب كويسة عشان تساعدك إن أنت تكمل التمرين من غير ما تتعب، زي التمر أو الموز مع حاجة تديك شوية باور في التمرين زي القهوة مثلا، وممكن معاهم شوية فول سوداني. مع كامل احترامي للشباب اللي بتخش تسخن بمجموعتين عقلة ومجموعة ضغط، ما تروحش تاني. مهم جدا إنك تسخن مفاصلك كويس قبل التمرين، وخصوصا مفصل الكتف، لأن ده أصلا هيتصاب منك وأنت بتلعب سكوات. أنت مش محتاج تتمرن أكتر من 3 مجاميع لكل شكل من العضله. اول مجموعه دي بتكون تسخين، بيكون وزن خفيف، يعني ممكن نقدر نقول ان هو بيبقى نص اقصى وزن بتعرف ترفعه في الشكل ده. والمجموعتين التانيين هما المجموعتين الوركينج سيت اللي بتتمرنهم بوزن تقيل، ولازم تكون بتموت حرفيا وانت بتخلصهم. لكن 4 في 10 و5 في 8 و6 في 6، وانك تفضل تزود 5 كيلو في كل مجموعه، ده ما بيعملش اي حاجه للعضله. وفاكر نفسك ان انت كده بتعمل بروجريسيف اوفرلود، وانت كده فعليا مش بتستفاد غير باخر مجموعه بس، اللي هي بيبقى فيها وزن تقيل، والباقي انت بتضيع وقت ومجهود. ومش بتستفاد بس غير بالمجموعات اللي بيكون فيها فعلا الوزن تقيل جدا، ولكن انك تلعب بوزن متوسط تجيب بيه 12 عده مرتاح جدا من غير ما تعرق حتى، احنا كده بنلعب جمباز. حاجتين مهمين جدا لازم تهتم بيهم في تمرينك: المدى الحركي الكامل للعضلة، والاهتمام بالعدة السلبية. لازم تخلي العضلة زي ما هي بتنقبض انقباض كامل، لازم برضو تخليها تنبسط انبساط كامل. العدة السلبية مهمة جدا، والدراسات أثبتت إنها فعلا بتفيد العضلة بشكل كبير جدا، وما تقلش أهمية خالص عن العدة الإيجابية، سواء بتلعب بايسبس أو بتلعب مثلا سحب عالي للظهر أو بتلعب تشيست. لازم تتحكم في الوزن في العدة السلبية، ما تخليش الوزن يرفعك لفوق ولا الوزن يشدك لتحت. انت اللي تكون متحكم في الوزن مش العكس. الراحة بين المجموعات مهمة جدا، ادي لنفسك فرصة انك ترتاح والاي تي بي يرجع تاني يتملي عشان يبقى عندك قوة تخش المجموعة اللي بعدها. بشوف ناس ما بتكملش 20 ثانية ولا ايه داخل في المجموعة اللي بعدها على طول. حاول تاخد وقتك عشان تستفيد احسن استفادة. محدش بيجري وراك، ادي لنفسك دقيقة او دقيقة ونص ترتاح وعضلاتك ترتاح وتشرب مية عشان تخش المجموعة اللي بعدها فيك باور وتعرف انك تجيب العدد بتاع المجموعة المطلوب منك. ومن هنا نروح لنقطة مهمة جدا، وهي شرب المية في التمرين. لازم تشرب مية كتير في التمرين. انا بلاقي ناس رايحة بإزازة المية الصغيرة دي اللي هي بتبقى مش عارف 350 مللي تقريبا، مش عارف، هو ببقى عايز اقول له انت بتعمل ايه؟ لازم تشرب ميه كتير في التمرين، ما يقلش عن 1.5 لتر ميه، اللي هي ازازه الميه الكبيره، ان ما كانش 2 لتر كمان. انت بتقعد تتمرن حوالي ساعه او ساعه وربع، بتفقد فيهم كميه ميه كبيره جدا وكميه املاح ومعادن كتير، فمحتاج ان انت تعوض الفقد ده بانك تشرب كميه ميه مناسبه. فلازم تعوض الفقد ده عشان مجهودك ما يقلش، وكمان عشان ما يحصلكش اي اصابه. واخيرا الماسل مايند كونكشن. الموبايل يا جماعه، الموبايل كارثه في الجيم، بيخرجك عن تركيزك تماما. الدراسات اثبتت ان تركيزك مع العضله وهي بتنقبض وهي بتنبسط، وبتبقى انت مركز جدا ان هي دلوقتي بتنقبض ودلوقتي بتنبسط، تركيزك ده مع العضله بيقوي جدا الاشارات العصبيه اللي واصله من مخك للعضله، وبالتالي العضلة بتستفاد أحسن استفادة، وهو ما يعرف بالتواصل العصبي العضلي. حتى السماعات اللي انت بتشغلها في التمرين بتشتتك جدا عن التمرين، والأفضل ان انت لا تحط سماعات ولا تسمع أي حاجة ولا حتى الموبايل يبقى معاك، وتركز كويس جدا في التمرين. ولو ما شفتش الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الدايت هتلاقيني سايبها لك في الآي اللي فوق. لو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب، واشوفك في فيديو جديد. سلام.